يعني لو حكيت لكم اللي انا فيه من مقاسي والله العظيم هتعيطوا. يعني ممكن ان انا يعني اكتئب اكتئاب شديد وماليش نفس للحياه. انا قويه، مش حاجه هتهزمني. وشمري كده وقولي بقى ايه، توكلت على الله واستعنت على الشقه بالله. يا رب انا تبرأت من حولي ومن قوتي ومن معارفي ومن ناسي ومن كل الدنيا دي كلها، وارتضيت بيك انت يا رب. اقعدي معاه، اتكلمي معاه واتكلمي معاه في الحاجات اللي ما تقدريش تتكلمي مع بشر فيها او مع حد، حتى لو حاجات انتي مش قادرة تحكيها لحد. انا واحدة مش بيبان عليا خالص 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 ان انا حزينة. يعني دايما كده اول ما الاقي ناس بفرح وبضحك وبتكلم كأني طايرة من السعادة ومن الفرحة، وبستأنس بكل الناس اللي معايا. حتى لو انا خارجة من بيتي عندي هموم الدنيا كلها، اول ما بشوف اللي بحبهم بنسى نفسي واعيش معاهم بضحك واسري عنهم، وانا اللي محتاجه حد يسري عني. انا اللي بسري عنهم، انا اللي بخرجهم من اللي هم فيه. حاجه يعني محدش يصدق ان انا حياتي اصلا ملخبطه او عندي مشكله يعني لو حكيت لكم اللي انا فيه من مقاسي والله العظيم هتعيطوا. بس انا مش عايزه اكون الشخص ده اللي هو يعني انا عايزه اديكم الخلاصه في المجمل مش بالتفصيل، عشان مش عايزه برضو ان انا اعيشكم جو زعل او حزن او نكد او كلام من ده. والحمد لله اي حاجه بعيده عن النفس انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. واي ابتلاء بس ولادي بخير وزوجي بخير وانا بخير واهلي بخير وحبايبي بخير خلاص. لكن اللي بيألم ان يكون الابتلاء في شخص عزيز عليكي خلاص، او ان انتي عملتي حاجه تغضب ربنا. دي اكتر حاجات فعلا 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 بتخليني بقى ايه، يعني ممكن ان انا يعني اكتئب اكتئاب شديد وماليش نفس للحياه. فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ما وصلنيش لدي. لكن بقى شويه زعل مع الزوج، شويه زعل على الزوج، شويه زعل مع الابن، شويه زعل على الابن، حاجات من دي مقدور عليها. ونقدر ان احنا نتدارك الامر، ونقدر ان احنا نلملم امورنا. ولما تتعرضي لأزمة او مشكلة قولي لنفسك انا قوية، مش حاجة هتهزمني. وشمري كده وقولي بقى ايه، توكلت على الله واستعنت على الشقة بالله. انا عندي مشكلة مش هفوق كده الا ما اخلصها. لكن ما تنعكفيش على المشكلة وتفضلي تبكي عليها وتبكي على اللبن المسكوب وتدخلي نفسك في مود اكتئاب، واشمعنى انا اللي كده وليه انا يا رب والكلام ده كله. هيدخلك في اكتئاب، والاكتئاب ربنا يعافينا بيؤدي لحاجات مش كويسة. بيخلي الانسان مش شايف قدامه، بيخليه عايز يعمل اي مشكلة اي جريمة، يعني اي حاجة في نفسه اي كده. ربنا يعافينا يا رب. الوضوء يا جماعة بيهدي النفس، الصلاة بتريح الروح. فدايما يبقالك وردك من القرآن، من الصلاة، من القرب من ربنا سبحانه وتعالى. في أي مشكلة اعملي لنفسك خلوة مع ربنا سبحانه وتعالى. قولي كده ايه، أنا ليا ساعة هكلم فيها ربنا بكل اللي جوايا. مش هتلاقي ولله المثل الأعلى طبيب نفسي في أي مشكلة زي ربنا سبحانه وتعالى. اقعدي معاه، اتكلمي معاه واتكلمي معاه في الحاجات اللي ما تقدريش تتكلمي مع بشر فيها او مع حد، حتى لو حاجات انتي
مش قادرة تحكيها لحد، هتحكيها لربنا سبحانه وتعالى. عايزة اقولك قد ايه الموضوع ده يعمل لك غسيل نفسي فظيع. جربي يبقى لك ان ربنا يوفقك انك توصلي لده، لان مش اي حد هيوصل لده، مش اي حد هيوصل لده. مش اي حد بيقوم يتوضى ويجيب السجاده ويصلي ركعتين وهو متضايق. ده توفيق من عند ربنا. يعني ان انت تتحطي مع دول دي حاجه كويسه جدا على فكره. طبيبك النفسي، صديقك، منقذك في اي ضيق، هو حديثك مع ربنا سبحانه وتعالى. دايما قولي حسبي الله لا اله الا هو، ودايما اتوكلي عليه حق التوكل، ودايما قولي يا رب في عز ضعفك استقوي بيه. مش هتلاقي اقوى من كده. انت لما تبقي قاعده على الارض وعايزه تقومي بتمسكي في حاجه شديده، ولله المثل الاعلى طبعا، حاجه قويه عشان تقدري تقومي. فانت في المشكله او في المشاكل بتبقي اضعف ما يكون، فمحتاجه قوه تاخد بايدك وتقومك وتشيلك كده وتقومك وتقعدك وتهديكي وتديكي الحلول الصح. مشاكل الدنيا كتير قوي قوي قوي، كتير جدا. وفي مشاكل، في ناس ماشية مناظر. ومشاكل الدنيا يعني في اللي انا استحمله واللي غيري يستحمله واللي غيري ما يستحملوش. ممكن مشاكلي غيري ما يستحملهاش بس انا مستحملاها. وربنا سبحانه وتعالى دايما بيعطي الابتلاء على قد التحمل وعلى قدر ما الانسان هيتحمل. فدايما استقوي بربنا، قولي انا ان شاء الله ربنا اداني الابتلاء ده فاكيد انا اقدر استحمله، وربنا لا يكلفنا ما لا نطيق. وكوني قوية وفكري في حلول ايجابية لمشكلتك. ما تفكريش في ان انا زهقت، انا طهقت، انا هخلص من حياتي. لا، ده مش حل، ده مش حل. فانا عايزاكي لما تقعي في اي مشكلة الجئي لربنا سبحانه وتعالى. ما تلجئيش لصاحبة، ما تلجئيش لزوج، ما تلجئيش لأب، ما تلجئيش لأم. في البداية كده الجئي لربنا سبحانه وتعالى. قولي يا رب أنا تبرأت من حولي ومن قوتي ومن معارفي ومن ناسي ومن كل الدنيا دي كلها، وارتضيت بيك أنت يا رب سند وعون ليا في المشكلة دي، سواء كانت مشكلة قليلة سواء كانت مشكلة كبيرة. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بتسري عن النفس جدا يا جماعة. والاستغفار بيبعت في النفس فرحة في عز الأزمة وفي عز التعب. أنا طالعة النهاردة عشان أقولك أنت بطلة وأنت متحملة كتير، أنا عارفة، لكن خليكي بطلة للآخر. ما تجيش على الآخر وتضيعي نفسك وعشان شوية هموم تضيعي آخرتك، وعشان شوية هموم تبعدي عن حبايبك وتخلصي من حياتك. لا، فاهميني؟ فدايما كده قولي لنفسك انا احسن من غيري، انا اقوى، انا ربنا سبحانه وتعالى مديني الابتلاء ده علشان يشوفني انا هتصرف في الابتلاء ده ازاي، وانا هكون عند حسن الظن. وانا ربنا سبحانه وتعالى قريب من الانسان المبتلى جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى قريب مننا جدا في السجود، قريب مننا في الدعاء ان انت تدعيه، فان شاء الله يخرجك من المحنه. اي محنه عندك اقلبيها منحه. اي ابتلاء وراه سعاده ونجاح ما بعدهم نجاح، بس لو نجحتي في الاختبار واجتزتيه صح. مفيش حاجه اسمها اكتئاب، ما نوصلش للمرحله دي، ما نوصلش نفسنا للمرحله دي. لازم يكون عندنا حاجات بتخرجنا من المود الوحش. مش هقولك بقى اقري قرآن
وصلي واعملي اعملي الحاجات دي، لكن عشان تعمليها ممكن تكوني محتاجة خطوات قبلها تعمليها، مفيش مشكلة. اشربي قهوة، اتفرجي على حاجة بتحبيها، برنامج، حاجة على اليوتيوب، اي حاجة. اشربي، كلي شوكولاتية حلوة انت بتحبيها، دلعي نفسك، البسي، اهتمي بنفسك، بشعرك، ب ب ب يعني بروحك، اهتمي بيها، دلعيها. واخرجي شوية، شوفي واحدة صاحبتك انت بتحبيها، اخرجي معاها. وبعدين نفسك هتتفتح للحياة، يبقى انت بقى ايه، هتدخلي على الصلاة والصوم والعبادات والذكر والدعاء والاستقواء بالله سبحانه وتعالى. فما تجلديش نفسك لو انت مش واصله لمرحله ان انت هتصلي وتخرجي من اللي انت فيه بالصلاه. شوفي تعملي ايه قبلها عشان توصلي لده. سهلوا على نفسكم الدنيا، سهلوا على نفسكم الحياه. مفيش حاجه والله مستاهله، كله بيعدي عن تجربه، واسال مجرب، كله بيعدي. مفيش حاجه بتفضل على حالها. كل الآلام اللي احنا فيها بتبقى بعد كده ذكريات، وفي حاجات بتيجي تسري عننا وتعوضنا حتى لو بعد فترة. ربنا سبحانه وتعالى يعني دوام الحال من المحال، مفيش حاجة بتفضل على حالها، اعرفوا كده. والله أنا نفسي أتكلم معاكم أكتر من كده وفضفض معاكم أكتر من كده، لكن أنا عارفة عشان ما أطولش الفيديو عليكم، بس يعني عايزة أقولك لا للاكتئاب. انتي دكتورة نفسك، ومش عيب ان انتي لو مكتئبة تتعالجي، ومش عيب ان انتي تروحي لدكتور نفساني، ومش عيب ان انتي ترفهي عن نفسك، مش عيب خالص، عشان نقدر نشحن ونستمر والحياة تمشي بينا ونشوف اللي احنا مصالحنا ونشوف اللي احنا عايزين نعمله. بحبكم.